انا اول شغلانه اشتغلتها في حياتي كانت بياع تامين زي ما انا قلت لكم. كان بياع التامين ده يا جماعه كمان من غير مرتب، مفيش بيزك سالري، يعني صباح الفل لو اشتغلت وبعت تاخد مرتب، لو اشتغلت وما بعتش مش تاخد مرتب. ما اعرفش ليه انا كان بالنسبه لي دي احسن حاجه في الدنيا، وكان حاجه حلوه، وما كنتش عندي تقريبا ولا توقع ولا اي حاجه تخليني ابقى فاهم ان انا مش هاخد مرتب. بقول ليه يعني انا هقعد طول الشهر اكيد هبيع، يعني استحاله مش هاخد مرتب، اكيد هبيع واكيد هاخد مرتب. المهم انا ما كانش عندي الاعتقاد ده خالص. اول بيع ليا في التامين بقى انا عجباني القصه فعايز احكيها لكم، يعني انا بحب القصه دي قوي، قريبه من قلبي يعني، فعايز احكيها لكم. انا كنت بشتغل لو بعت هاخد 1200 جنيه زائد العموله، لو ما بعتش مش هاخد حاجه، وكان ثمن الوثيقه 4000 جنيه، وثيقه تامين على الحياه يعني كان ثمنها 4000 جنيه. وانا كان شغلي في مدينه نصر. اول عميل ليا كلمته قال لي انا في المطريه، فانا بقى مش عارف اروح المطريه والراجل ده يدفع 4000 جنيه ولا ما اروحش المطريه والراجل ده مش هيدفع، اروح ولا ما اروحش. والشهر عدى منه اسبوعين وفضل اسبوعين، وانا كل ما اكلم حد ما فيش، كل ما اكلم حد ما فيش. اليوم ده ما كانش معايا غير جنيه واحد في جيبي، جنيه 1 ايجيبشن باوند، وشغلي في مدينه نصر، والراجل مكانه فين يا رامي؟ في المطريه بس. قمت واخد قرار وقلت لا صباح الفل انا هروح. نزلت ركبت ميكروباص من قدام الشركه، الميكروباص ده كان ب 75 قرش، ركبت الميكروباص من تحت الشركه في مكرم عيدي وديني لحد محطه منشيه الصدر، ونزلني عند محطه منشيه الصدر، وقلت انا هركب من منشيه الصدر مترو لحد المطريه وانزل من المطريه اتمشى. طب هرجع ازاي؟ والله ما اعرف، بس انا كنت رايح وعامل حسابي ايه؟ يعني انا هبيع باذن الله، الراجل شكله كويس وبتاع، اروح اركب المترو بقى، انا مش معايا فلوس اركب المترو، كان معايا ربع جنيه، اشتريت عسليه بربع جنيه، عارفين العسليه الطويله دي؟ عشان كنت جعان اشتريت عسليه، ركبت المترو، ما ركبتش المترو، نطيت طبعا من على البتاعه دي، ركبت المترو ورحت المطريه. نزلت المطريه سالت على العنوان، قعدت اسال يا ماركو فين العنوان فين العنوان، قالوا لي في الحته الفلانيه، ومشيت لحد العنوان. بطلع موبايلي عشان اتصل بالراجل، قال لك ايه؟ عفوا رصيدك الحالي لا يسمح لاتمام هذه المكالمه. وانا بقى بتاع تامين ولابس بدله وكرافته واقف في الشارع في المطريه وعايز اجيب الراجل، عملت ايه؟ يا استاذ عصام، يا استاذ عصام انا يوسف بتاع التامين. مراته طلعت لي قالت لي مين حضرتك عايز ايه؟ قلت لها انا يوسف بتاع التامين. قالت لي تامينات احنا مالناش دعوه. قلت لها لا هو مديني ميعاد بس، انا يوسف بتاع التامين، قولي يوسف هنا. فطلعت طبعا الراجل استغرب من الطريقه اللي انا بنادي بيها ومن الفضيحه اللي عملتها له في الشارع. وقعدت بعد الموز وبعد الشاي وبعد الحاجات كانوا كرمه قوي، وقلت له طيب خلاص. قال لي يوسف انا مقتنع جدا 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 وهشتري. قلت له طب تمام. قال لي عدي عليك في الشركه باخد فلوس. قلت له لا لا عدي عليا في الشركه يا حضرتك انا مش معايا فلوس اروح. عدي عليا في الشركه ايه؟ طبعا ما قلتلوش كده، بس قلت له لا لازم دلوقتي تاخد الفلوس. قال لي هتفرق ايه دلوقتي الساعه 5 ان اديك الفلوس وان اجي لك بكره الصبح؟ انا مش عارف اقول له ازاي، انا مش معايا فلوس اروح. انا اقول له لا اصل المسابقه لازم انا اكسب في المسابقه، وما دام اديني اي فلوس، اديني اي عربون حضرتك. قال لي طب خد 200 جنيه، وانا الوثيقه عشان ندخلها في الشركه لازم الحد الادنى يبقى 25%، فلازم 1000 جنيه. قلت له لا لا لازم 1000 جنيه. الراجل قعد يلم من عمه في نفس البيت بقى، يا عم احمد معلش ادينا 300 جنيه ومراته هاتي 200، ولم لي ال 1000 جنيه وما رضيتش اروح غير لما اخد 1000 جنيه. طبعا نزلت جبت علبه سجاير من اللي احمر وركبت تاكسي وروحت، وقلت لامي انا صرفت الفلوس، اديني فلوس عشان بكره اروح الشغل. طبعا امي قعدت تصوت في وشي، مش ده موضوعنا، بس اصلا الحاجات دي لما انا بفتكرها في حياتي بقول انا لو ما كانش اتعمل الموضوع ده في حياتي يمكن ما كنتش اتعلمت ان ابيع، يمكن ما كنتش اتعلمت ان اعمل كلوزنج، يمكن حاجات كتير قوي. فبحس ان كل حاجه تعبت فيها وانا عيل صغير كان ليها دور واتس ايفر ايه شكله في حياتي النهارده. الحلقه اللي انا لسه قايلها من شويه بتاعت النهارده انا لازم اعمل 100% عشان بكره يبقى عندي الفلور اللي اتبنى ب 100% بتاعت امبارح. فانا امبارح عملت مجهود جبار خلى النهارده عندي الفلور بتاعت 100%. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس تحت هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.